مفتوح طول المباراة وتم غلقه قبل نهاية المباراة ب5 دقائق، فكان البعض بيخش ويطلع يخش ويطلع، فلما اتقفل الباب كان في ناس طلعت لما جم يدخلوا لقوا الباب اتقفل، انتهت المباراة وحصل هذا الأمر فكانوا واقفين أمام الباب. يعني أنا أحب في هذا التوقيت اللي أنا أسمن دور بطولي جدا قام به أحد جماهير الألتراس الأهلاوي، وهو أحد الشباب ويدعى يوسف حمادة محمد يوسف. ده كان بره الموضوع، وهذا الباب حينما هذا الشاب البطل حينما شاهد الموقف سلبي ممن يقفون ويشاهدون هذا الحدث، أتى بحجر كبير وحاول أن هو يكسر القفل اللي موجود ويفتح الباب. ظل يحاول محاولات مستميتة مع أنه كان بإمكانه أن هو يبتعد عن الحدث وينجو بنفسه، ولكن ظل يحاول إلى أن سقط الباب على جثمانه رحمة الله عليه. وكان ذلك سببا في مرور المئات من جماهير النادي الأهلي خرجت من الاستاد على جثمان هذا الشاب الذي يدعى يوسف حمادة محمد يوسف. نسأل ربنا سبحانه وتعالى كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. فندعو له أن يتغمده الله عز وجل برحمته، وأن يسكنه الله عز وجل فسيح جناته، وأن يلهم والديه الصبر والسلوان وذويه، وبارك الله سبحانه وتعالى فيه وجزاه الله عز وجل خير الجزاء. الباب اتفتح وتم نقل الجثث ده